السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شلونكم حبايب قلبي؟ مساء الأنوار عليكم، إن شاء الله صحة وسلامة، مساء العافية والستر والأمان والشوق. نبتدي فيديو مالنا كالعادة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم يا الله يا كريم. مثل ما شفت حبايب قلبي، هاي جبتاني علاقة كبيرة مال بامية وقلمتها أني والجهال وياي الصغار، وما شاء الله بس والله تعبتنا يعني، الحمد لله والشكر بيها. صحيح هذن شوية كبار وأكو بيه قسم ناعم. هاي العلاقة يعني بحيث كلها كبيرة. صارت هاي الصينية وصينية ثانية ذيك وياها، الحمد لله والشكر. قلت له أفرز من عندها بالمجمدة، والباقي لا، اللي نسوي من عنده طبخات، لأن تعرفون هسه عاشوراء محرم علينا، زوار الأربعين، والحمد لله والشكر، وكله خير وبركة مال أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي حبايبي اللي بقت قليل من عندها، هاي مثل ما يقولون يعني، وهاي آثار الحرب، هاي آثار البانية اللي بقت من عندها، العروق مالتها جاي أقلم بيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب قلبي، أنا وحدة طلبت من عندي تقول لي اشرحي لي طريقة العسل مال النبق شلون. حبيبة عمري، أنا قبل فيديوين أو بالثالث تلقين بيه مخلي علي إن الصورة مالته صورتها نبق، انت دخلي عليها وشوفيها شلون مسويتها، وراح اهم احكيها لك هنا. واكو بنات هم طلبنا من عندي، لان هو صراحة يعني نادرا اللي يسووه، مو يعني بكثرة بيه. فاحنا الحمد لله والشكر، هاي هم من موهبة من رب العالمين. حبيبتي تاخذين النبوك، هو تعرفين بالشتاء أنا مخازنته بالمجمدة، مختصر مفيد. أخذته وغسلته، غسلته ونظفته. أول مرة نقحته بالجدر كبير، هو كمية كبيرة، ونظفته غسلته مرة مرتين وحتى بالملح، وبعدين فرغته بالإنجانة يعني مصفي، مثل ما يقول يعني شخلته من المي، فرغته وغسلته بالملح. تعرفون تراب وغبار وأجلكم الله حيوانات يعني، هاي العصافير فيصير بي يعني. غسلته بالملح ولا غلطة بي، سميت عليه كلش من عتها. تمام حبايب قلبي. بعدين خليته بسلات، راح تشوفيها بالقناة حبيبتي انتي اللي طلبتيه من يمي. وراح يعني أصفيه، صفيته بالقدور والسلات. بعد ما نشف خليت مي بالجدر وخليتهن بيه، خليتهن من العصر. أنا هيك وقت يعني العصرية الساعة بالستة، المهم أنا خله في الساعة ونص ساعتين على النار. هو واحد انهرس لأن روحه ترفه. بعدين خليته برد الصبح، لبست الكفوف مالتي جفوفي وأخذته بالإيد. أكو بيهم يسوونه بالمحضرة الطعام، لا ما أسوي، جازت تكسر مالت الحبة أو هاي. وخليت وياش كم مرق يعني من عدة مال السدرة، فمرتب بالإيد مالتي. تمام. بعدين غسلت القونية أو اللي بيهم يسمونه خيشة، خليت هم بصينية كبيرة القونية، وجبت وفرقت بيه الكمية، خليت جواها هم مصفي، بقت ليلة كاملة. بعد أنا كل شوية أجي أحركه أشوفها مو نازل مي، وأرجع ألف القونية وأشتها. من هنا لما نزل المي مالته أصبح الصبح، وأصبحنا الملك لله. فرقت العصير مالته أو المواد هي هاي السائلة، رجعتها بالقدر بعد ما غسلت القدرية مالتي، قدرنا حبايب قلبي، وخليتها على النار. ففارت هاي، شوف القطة اليوم هاي بنت تصور بيها، هاي نايمة، مسمينها هم روز، طبعا نايمة ولا تدري بنفسها حبايب قلبي. وخليتها على النار وفارجة، أخذ يعني بتقريبا ساعة. أكو عندي طباخ كهربائي هم عزلت من عنده لين كمية كبيرة وكلها على هذا الطباخ. بعدين ثخن صار نفس الدبس. ومن الأخير مختصر مفيد، عبالك دبس نفس طريقة الدبس بالضبط بالضبط. طبعا هاي أنا عندي علاقة ثانية مال بامية باعة حبايب قلبي، هاي جهال هنا وياي هم يقلموها. قسمت هذا راح إن شاء الله نخلي للثوابات، والباقي لا. هاي عندي هنا جابوا دهينة، شوفوها مال أبو علي الشهيرة كربلاء، هاي من عتش كم علبة حبايب قلبي، انطيت اللي من عتاخذه. واحنا طبعا ما نرغب لها، وهواي هم حلويات عندنا، فحبيت أصورها لكم.
هاي كم علبة جابوا من يمها. فالمهم من نفس الدبس والطريقة مالته بالضبط. بعدين فار ما أخذ يعني من عندي هواي. بعد ما برد فرغته بالقواطي. سهلة صد يعني مالته الطريقة مو إنها صعبة. أو شكر ما خليت نهائيا، ومثل ما قلت لكم نهائيا شكر ما خليت ولا قطرة ولا ذرة. أنا راح إن شاء الله هم أسوي منه طبخ الهريسة، وأخلي عليه بديل الدبس، أخلي عليه الماعين من أركبها إن شاء الله جايتكم بيها. وصفات أخلي من عنده ويا الداطلي، بدل ما أخلي عسل أخليه هو، يعني ينفع لهواي وصفات. مثل ما قلت لكم على الريوقات، يعني هو الأروع من يمه. صالح وبفوائد، يعني قل له روح جيب عسل السدر، هالقد عسل السدر يعني باهظ ثمن هو. فأنا اللي يسألون عليه هواي، وهنا اللي من جوارينا وشون سويتي، وبنية بالقناة هم سألت علي وعلى الخاص، حبيت أشرح لكم هذا. أنا طبعا صار ما أعرف تقصير غلط أنا من عندي، حشاكم من الغلط. ما من صورت الدبس ما خليت العلب وياه. مرة جيت أصورها نسيت، ثاني مرة هم خليت الفيديو كمل وهم نسيتها. فاليوم كملتهن، أول بارحة انطيتكم إياهن. هاي هنا تعرفون حبايب قلبي المسواق اللي جابوه، جاي أعزل بيه، خير وبركة. طبعا الجو حار أنا ما أجيبه هواي. وهذا عندنا أهم شي اللبن. هذا اللبن مال عرب حبايب قلبي، طبعا مال جاموس، وأكو مال أبقار، دائما يجيبه إنه أبو فواطم. هذا خلص التشيس، وهذا التشيس الثاني جابوه. تمام، هاي هدية يجيني أني. طبعا شوف الزبد، باعوا الزبد اللبي، هي توا خاضي أهله. تعرفون حبايبي يعني اللي يخضوا بعد ما يسوون الحليب لبن روبة ويخضوه. شوف الزبد، وطبعا من أفرغه هسه الجو حار، أفرغه. وهاي بامية هماني جايبين وياها، طبعا هاي الأيام مسوين هجوم على البامية، لأن هي وقتها ويعني سعرها مناسب، وأنظم منعتها بالشتا يفيدنا، ننطى من عنده. هذا كله خير وبركة. اللهم صل على محمد وآل محمد. زيدونا بالصلاة على محمد وآل محمد. من أفرخها بالدولكة وأخلي عليه ثلج رأسا يطلع الزبد. هاي حبايب قلبي بعد ما كمل الصينية واحدة بس، والله يعني تعب. الله خطية ينطيهم العافية. الله ينطيهن العافية البنات وياي الصغار، خطية تعبوا قالوا ماما تعبنا. الله إن شاء الله يجزيكم خير. قلت لهم مزاكم على الله. وأبو عبد الله الحسين عليه السلام. هاي حبايب قلبي أنا شوف شلون هذا هم كالعادة طلعته برا بالطرمة بالجراج. هذا الطباخ الكهرباء وأخلي عليه، بس كل شوية تطفى الكهرباء وأرجع وين على الطباخ مال الغاز. والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر على الصحة والعافية. وما زال كملتهن كله فدا لأبو عبد الله، خدم نبقى له إذا يتقبلنا مثل ما يقول نكون خدم. وأنا إيد هنا وإيد جاية أسوي غدا. جابوا لي الدجاج، أنا مسوية خير من الله، قالوا لا أريد دجاج. هاي خليت جلاد هنا كالعادة، وراح أنظفها ابتدي بها. ما ياكلوها هي يعني كلها. أسوي نص من عتها بعد ما أنظفها، أشيل هاي اللي ببطنها، وأبقى كل شوية أرجع على البامية. هاي أشوفها شوية أنطيها تحركة، أخليها بس شوية تفور. أنا قبل سالقتها مخلية وياها نمندوزي، هسه ما أريد عليها، ما أخلي عليها نمندوزي، ما أعرف شلون الطعم يصير مالها. المهم فد مي وملح. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا الله يا كريم، ولعن عدوهم. هاي حبايب قلبي أبقى أني بس، طبعا مثل ما قلت لكم الجو حار، بحيث يعني شلون نار نار. الحمد لله وشكر، حر ولا حرب. وهاي حبايب قلبي أنا مستمرة بيها على ما أكملهن فد مرة. والله الجو كلش حار حار يعني بحيث. هاي شوفوا شلون معت وانكسرت السلة. وأخلي وياها هذا الثوم، هي الثوم هذا أخلي وياها، وأخزنهن بعدين. هسه راح تشوفون طريقة بعد ما يبرد نهائيا. يبرد نهائيا هذا المي مالته أنا ما راح أذبه، أخذ من عنده البامية وبعدين أرجعه بالجدرية. حبايبي نفس الطريقة، هذا المي راح أخلي بيه البامية اللي بقت عندي، لأن أنا سويت تعرفون يعني قسم سويتها قسمتهن أقسام. هاي من عتها، وبعد هم يعني أحركها بالتحركتين، وأرجعها يعني أفرخها من المي الفاير، وأخلي وجبة ثانية. وهاي مستمرين بها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الثوم خليته يعني وكل زين لها من الأكسدة والهاي. هاي باعوا حبايب قلبي
بعد ما كملتها هاي كلها راح أجمعها وأنطي للدجاجة. أجمعهن كلهن. هاي طبعا أنا الظهر ما أركبه، أذبنها لأن بيها الزفرة. هاي كلهن راح أجمعهن مثل ما قلت لكم وأنطيهن أجلكم الله للحيوانات. أنا راح أسوي نص ونص يبقى بعدين. بدي أكمل اليوم إن شاء الله أخلص، الله يشفيني شر اليوم من البامية أكملها حتى أخلص يعني من طريق مثل ما يقولون واحد. هاي بعد ما غسلته نقحته خل أبيض وأثقبها هيج أو ملح وياها، أخليها فد نص ساعة هيج لأن أنا راح أركب لهم على الغدا يردون من يمها، وبعدين لا أغسلها وهم راح أرجع على البامية مالتي. وهاي الطريقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.